الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في برنامج محكمات، هذا البرنامج الذي نتناول فيه وقفات مع آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، ليس على سبيل التفسير المفصل ولا الترتيب كذلك في موضوع السير في آيات الله تبارك وتعالى من حيث الترتيب في كتاب الله، ولكننا بحسب الحاجة إن شاء الله وبقدر الإمكان نحاول أن نقف مع كل آية في كتاب الله بحسب الاختيار، ما يتيسر إن شاء الله به الانتفاع، وما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مرسخا لهدف البرنامج، وهو التركيز على محكمات هذا الدين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إياك نعبد وإياك نستعين. ونواصل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في آية أخرى من سورة البقرة، وهي الآية 21 من السورة، ومرتبطة بطبيعة الحال كذلك مع الآية 22 من نفس السورة. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. هاتين الآيتين في كتاب الله تبارك وتعالى، أو هاتان الآيتان في كتاب الله تبارك وتعالى، أردت أن تربط بإياك نعبد وإياك نستعين. نلاحظ بأن هناك كما جاء في الحديث القدسي الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، من خلال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي من خلال قراءة سورة البقرة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نلاحظ بأن موضوع العبادة الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية هو أيضا أول أمر وجه للبشرية بعد أن قسمت سورة البقرة الناس إلى مؤمنين وكفار ومنافقين. جاء بعد ذلك هذا النداء العظيم الذي يفتتح به كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكتاب هو للناس، للبشرية قاطبة. فالله عز وجل يوجه لهم نداء جميعا بعد أن ذكر صفات المؤمنين، ذكر صفات الكفار، ذكر صفات المنافقين، نادى هذا النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فتلاحظ سبحان الله أن أول أمر في كتاب الله هو الأمر بالعبادة، وهذا ترتيب عجيب جدا وفيه فعلا حكمة بالغة. وذكرنا أن الغاية من وجود هذا الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن بطبيعة الإنسان أنه متسائل ومجادل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فيمكن ببساطة شديدة جدا أن يقول قائل: ولماذا أعبد الله؟ ولماذا أعبد الله؟ فالله سبحانه وتعالى هنا بعد أن ذكر العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ذكر الأسباب التي يمكن أن تكون، أو الدلائل التي تجعل هذا الإنسان يصل إلى لماذا يعبد الله، لماذا أعبد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، موضوع اعبدوا ربكم تكلمنا فيه في الحلقة الماضية، لكن هنا نلاحظ: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا أدخل مباشرة في الآية التي بعدها، مع أني أحرص على أن كل حلقة تكون آية لوحدها، لكن هنا ارتباط مباشر بين الآيتين: الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم
جاء بغاية مهمة جدا، وهي التقوى، أي أنك تعبد الله لتتقيه. التقوى موضوع طويل يمكن إن شاء الله أن نتكلم فيه في حلقات أخرى، لكن هنا المهم عندنا لماذا أعبد الله؟ كأنما الله سبحانه وتعالى يقول لك يا أيها الإنسان، يا بني آدم، يا أيها الناس، اعبدوا الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. لماذا استحق العبادة؟ لأنه صاحب الإيجاد وصاحب الإعداد وصاحب الإمداد لهذا الإنسان الذي كلف بالعبادة. كيف ذلك يا رب؟ فالله سبحانه وتعالى يخاطبنا بما هو مباشر لنا، يعني لا يحيلنا إلى قضايا بعيدة. يقول الذي خلقكم، فكأنما كل إنسان لو سألته أأنت خلقت نفسك؟ يقول لك ما خلقت نفسي. هل هنالك شخص آخر في هذا الوجود خلقك؟ يقول لك ما خلقني. الله سبحانه وتعالى في سورة الطور يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إذن أنت سلفا تقر بأن هنالك خالق، يعني ما في شيء، يعني حتى لو أحلت الخلق إلى الطبيعة، لكن أنت تدرك بأنك ما خلقت نفسك، ولا هنالك شخص آخر أنت تعرفه خلقك، ولا مصنع من المصانع عندك منه روشتة وعندك منه ورقة أنه والله أنت خلقت في المصنع الفلاني. وبالتالي الله عز وجل يحيلنا إلى موضوع الخلق، لأن الخالقية مرتبطة، العبادة مرتبطة بالخالقية، يعني الذي يستحق العبادة هو الخالق. فمباشرة أول قضية يقول لك الذي خلقكم والذين من قبلكم. هنالك سبحان الله في هاتين الآيتين 5 دلائل. 2 من الأدلة لها ارتباط بالإنسان، لها ارتباط بالإنسان بشكل مباشر، و3 من الأدلة لها ارتباط بما حول الإنسان من الطبيعة. فالأولى يعني هو الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين. إذن العامل الأول أو الدليل الأول على موضوع أن نعبد الله لأنه هو الخالق، هو الموجد، هو الذي أوجدك. إذن بما أن الله أوجدك فإن من أوجد شيئا تصرف فيه وامتلكه، هذه بطبيعة الحال. فالله سبحانه وتعالى هو الموجد، وهذه الثلاثية لا بد للمكلف وهو يتابع معنا الحلقات أن يجعلها من محكماته: الإيجاد والإعداد والإمداد، وهي ال3 موجودة إن شاء الله في هاتين الآيتين. فالأمر الأول الذي تستند عليه العبادة الذي خلقكم. الأمر الثاني هو نفسه، يعني في البداية أحالك إلى نفسك، ثم أحالك إلى من حولك من الخلق اللي هم البشر. خلقك وخلق الذين من قبلك من الآباء والأمهات والأجداد والجدات والبشرية قاطبة إلى آدم عليه السلام. هذه البشرية كلها مخلوقة لله، كلها مخلوقة لله، ولا يوجد واحد منهم ادعى بأنه خلق نفسه. يعني إذا كان عاقلا راشدا لا يمكن أن يقول بأني والله أنا خلقت نفسي، لا يمكن. إذن الدلالة الأولى في الإجابة على سؤال لماذا أعبد الله؟ لأن الله خلقك. الدلالة الثانية لأن الله خلق الخلق من البشر والذين من قبلكم إلى آدم عليه السلام لعلكم تتقون. هذه على كل قضية كما قلت أخرى، ولكن نأتي إلى الدلالة الثالثة: الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذا دليل آخر، يعني نقلك من نفسك إلى البيئة التي أنت تعيش فيها. أقرب شيء للإنسان هو البيئة والمحيط الذي هو فيه. هذه الأرض التي أنت تمشي فيها وتأكل منها وتتحرك فيها وتزرع فيها وترعى فيها وتصنع فيها وتقيم فيها وتنام عليها، وإذا مت تدفن عليها أيضا. هذه الأرض من الذي خلقها؟ خلقها الله سبحانه وتعالى. إذن الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا. شوف كلمة فراش، سبحان الله، كلمة جميلة جدا. يعني ما يعني ذكر الله أنها مهاد، وذكر أنها قرار، وذكر أنها فراش. هذه كلها أوصاف لهذه الأرض. يعني هنا غاية ما يمكن أن يستمتع به الإنسان، يعني وهو أنه يجعل من الأرض مكانا للنوم، كأنما هذه الأرض تفترشها افتراشا وتنام عليها. الذي جعل لكم الأرض فراشا، وهذا الفراش فيه كل خصائص الراحة، لأنه فراش. والإنسان لا ينام في مكان مثلا
أو لا يفترش مكانا لا يستريح فيه. دائما الإنسان عندما يريد أن ينام يختار مكانا يستطيع أن ينام. الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء. أيضا أحالنا إلى مسألة أخرى، بعد الأرض أحالنا إلى السماء. المسألة الدلالة الخامسة مع أنها مرتبطة مباشرة بالأرض، لكن سبحان الله من الأرض انتقل بك إلى السماء، لأن ما سينتج من دليل خامس وهو إخراج الثمار من الأرض له ارتباط وعلاقة ما بين الأرض والسماء. فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فالسماء كالسقف بالنسبة لنا، بالنسبة لهذه الأرض، تحفظها من كثير مما يمكن أن يكون محل تهديد لهذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى جعل الأرض والسماء كلاهما في خدمة هذا الإنسان حتى يؤدي رسالة الله سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لاحظ الآن هذه الدلالة الخامسة اللي هو أنزل من السماء. يعني لماذا ذهب بك إلى السماء؟ الدليل الخامس أخرج من الثمرات رزقا لكم. هو مسألة الخلق هو الإيجاد، مسألة تسوية الأرض وتجهيزها هو الإعداد. إنزال الماء من السماء وإنبات الزروع من الأرض والثمار حتى يسترزق هذا الإنسان ويأكل ويتقوى، هذا الإمداد. إذن الدلائل التي يجعلنا الله سبحانه وتعالى نتعبده بها هو موضوع دليل الإيجاد ودليل الإعداد ودليل الإمداد. دليل الإيجاد أنه خلقنا وخلق الذين من قبلنا. دليل الإعداد جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. دليل الإمداد وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه هي الإجابة عن سؤال لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه الأدلة الكبرى التي يمكن أن تضاف إليها كثير من الأدلة، لكن فقط في آيتين لاحظ من كتاب الله أورد الله سبحانه وتعالى كمسوق أو كدليل على موضوع عبادة الله، وأنه لماذا يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. لأنه جل جلاله هو الخالق الموجد المحيي المميت المدبر الذي أوجد وأعد وأمد. وسنقف إن شاء الله عند هذا الحد، لنقف بإذن الله في الحلقة القادمة حول قوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.